في السنوات الأخيرة تشهد منطقة شرق إفريقيا حراكا استثماريا وجيوسياسيا متسارعا يبدو في ظاهره اقتصاديا، لكنه يحمل في باطنه ملامح صراع نفوذ إقليمي بين السعودية والإمارات الحليفين التقليديين في الخليج. تبدأ خيوط تنافس جديد على أرض القارة السمراء، وتحديدا من بوابة الموانئ. فهل هو مجرد توسع اقتصادي سعودي، أم أننا أمام مشهد أعمق يعيد رسم توازنات السلطة والهيمنة في القرن الإفريقي؟ على مدى العقد الماضي كانت الإمارات اللاعب الخليجي الأبرز في إفريقيا، خصوصا في مجال إدارة الموانئ وبناء القواعد العسكرية وتوقيع الاتفاقيات الاستراتيجية، من السنغال غربا حتى أرض الصومال شرقا. لكن بدءا من عام 2023 بدأت المملكة العربية السعودية التحرك بقوة لافتة في نفس المناطق، مستهدفة موانئ حيوية مثل باجامويو في تنزانيا وتاجورة في جيبوتي، مع مؤشرات على اقترابها من إدارة ميناء عصب في إريتريا الذي كان يوما ما قاعدة إماراتية. فهل السعودية تعود إلى شرق إفريقيا كلاعب اقتصادي، أم أننا أمام إعادة رسم لخارطة النفوذ السياسي في القارة؟ من كان يتابع النفوذ الخليجي في إفريقيا قبل سنوات سيلاحظ أن اليد الأقوى كانت إماراتية بلا منازع. أبو ظبي كانت تسبق الجميع بخطوة، موانئ وقواعد عسكرية وشركات استراتيجية من أرض الصومال إلى مصر ومن السنغال إلى ليبيا. لكن فجأة المملكة العربية السعودية تدخل اللعبة، ليس بخطوة صغيرة بل بانفجار استثماري ودبلوماسي واسع النطاق. ميناء هنا، مذكرة تفاهم هناك، جولة سياسية ورسائل مباشرة وغير مباشرة إلى كل من يعنيه الأمر. فما الذي يحدث ولماذا الآن؟ الموانئ قلب اللعبة. في الأسبوع الأخير فقط شهدنا تحركا سعوديا واسعا على مستوى الموانئ، أحد أهم مفاتيح النفوذ في شرق إفريقيا. ففي تنزانيا تم الإعلان رسميا عن منح السعودية حقوق تطوير وإدارة ميناء باجامويو، وهو مشروع ضخم توقف لسنوات بسبب خلافات تمويلية وشروط معقدة. يحمل المشروع قيمة استراتيجية هائلة، فموقعه شمال مدينة دار السلام، وقدرته المستقبلية على التعامل مع 20 مليون حاوية سنويا تجعله مرشحا ليكون بوابة إفريقيا نحو آسيا وأوروبا. ومن المتوقع أن يصبح هذا الميناء أكبر مركز لوجستي في شرق إفريقيا، متصل بشبكات السكك الحديدية والنقل البري، ومحاط بمنطقة صناعية ضخمة. وفي جيبوتي وقعت السعودية اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء تاجورة لمدة 30 عاما. الميناء الذي يقع قرب مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وتكمن أهميته في أنه يشكل نقطة التقاء بين القرن الإفريقي والشرق الأوسط. فلماذا تختار السعودية الموانئ؟ ولماذا الآن؟ لأن الموانئ هي نقاط التحكم في التجارة وفي تدفقات الطاقة وشبكات النفوذ الجيوسياسي. كل ميناء يشكل رافعة اقتصادية وقاعدة للنفوذ السياسي وربما العسكري لاحقا. لكن الحركة الأجرأ والأكثر غموضا ما يحدث في إريتريا. فهناك تقارير متعددة تتحدث عن قرب توقيع اتفاق بين السعودية والحكومة الإريترية لإدارة ميناء عصب، ميناء استراتيجي كان في يد الإمارات منذ 2015، حيث أنشأت فيه أبو ظبي قاعدة عسكرية ضخمة استخدمتها لنقل قواتها إلى اليمن ضمن التحالف العربي. لكن في 2021 تم تفكيك القاعدة لأسباب بينها تغير الإدارة الأمريكية وتوقف الدعم العسكري للحرب في اليمن. ومنذ ذلك الوقت بدأ التوتر بين أبو ظبي وأسمرة يتصاعد بهدوء. والآن من يملأ الفراغ؟ السعودية. زيارة الرئيس الأريتري إسياس أفورقي إلى الرياض وتصريحاته حول شراكة استراتيجية متكاملة مع السعودية لم تكن مصادفة، ولا يمكن تجاهل الرسالة التي بعثها إلى ولي العهد السعودي والتي أعلنت عنها وكالة الأنباء السعودية. فهل غيرت أريتريا من تحالفاتها؟ على الأرجح نعم. وهنا يصبح السؤال ضروريا: هل ما يجري هو مجرد توسع سعودي طبيعي،
أم تحرك مدروس للحد من النفوذ الإماراتي؟ الإمارات سبقت الجميع في إفريقيا. موانئ دبي العالمية وقعت اتفاقيات مع دول عديدة: الجزائر ومصر والسنغال والصومال وتنزانيا. ففي 2023 حصلت أبو ظبي على عقد تطوير وتشغيل ميناء دار السلام في تنزانيا، وهو لا يبعد سوى 70 كيلومترا عن ميناء باجامويو الذي حصلت عليه السعودية. فهل هذه مصادفة أيضا؟ بالطبع لا. السعودية دخلت على خط المنافسة مباشرة، دار السلام مقابل باجامويو، وتاجورة مقابل دواراليه الذي خسرته الإمارات في جيبوتي، وعصب مقابل القاعدة السابقة في إريتريا. وإذا كانت الإمارات تفضل دعم اللاعبين الرماديين مثل حفتر أو المجلس الانتقالي في اليمن، فإن السعودية تذهب باتجاه الحكومات الرسمية والعلاقات العلنية والشراكات المباشرة. السعودية لم تكتف بالاستثمارات، بل أرسلت نائب وزير خارجيتها في جولة شملت إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وتشاد. كل هذه الدول لها علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة بإريتريا وبأمن البحر الأحمر وبصراعات النفوذ في القرن الإفريقي. والمفارقة أن أغلب هذه الدول كانت في قلب السياسة الخارجية الإماراتية، والسعودية الآن تدخل نفس المساحات لكن بأسلوب مختلف، أكثر هدوءا وأقل ضجيجا. الجولة لم تكن اقتصادية فقط بل سياسية بامتياز، تم خلالها التنسيق بشأن الملف السوداني والعلاقات مع إثيوبيا ومسألة الأمن على البحر الأحمر. فهل يعني ذلك أن السعودية تسحب البساط من تحت أقدام أبو ظبي؟ ربما، لكن ما هو مؤكد أن الرياض تريد استعادة موقعها كالأخ الأكبر في الخليج، خاصة بعد أن شعرت بأن الإمارات تجاوزت أدوارها التقليدية في السياسة الإقليمية. ولا يكتمل المشهد دون الحديث عن إثيوبيا، الحليف السابق لإريتريا وخصمها المتصاعد الآن. أبي أحمد مدعوم إماراتيا ويسعى للوصول إلى البحر الأحمر، ويدرس إنشاء منفذ بحري عبر أرض الصومال وربما التفاهم مع الإمارات. السعودية من جانبها تحاول إعادة التوازن عبر دعم إريتريا والتقارب مع كينيا والانخراط في ملف السودان. إذن ما نراه ليس مجرد تحركات اقتصادية بل إعادة ضبط إقليمي شامل. ميناء باجامويو ليس مجرد استثمار بل هو المشروع الأكبر في تاريخ تنزانيا، والمنتظر أن يغير خارطة النقل البحري في شرق إفريقيا بتكلفة تقارب 10 مليارات دولار، كما يضم منطقة صناعية ضخمة وشبكات سكك حديدية وخطط لجذب أكثر من 700 مشروع صناعي. ومقارنة بميناء دار السلام الذي تديره الإمارات، فإن باجامويو يتفوق من حيث الحجم والسعة والمستقبل. فهل نشهد سباق موانئ حقيقي بين الخليجيين؟ الإجابة نعم، لكنها ليست مجرد منافسة اقتصادية بل مواجهة نفوذ شاملة. فماذا يعني كل هذا؟ السعودية تعود إلى شرق إفريقيا من باب الموانئ، لكن بعين على السياسة والنفوذ، والإمارات قد تجد نفسها مضطرة لإعادة التموضع أو الدخول في تحالفات جديدة. الصين وتركيا والولايات المتحدة كلها تراقب عن كثب ما يجري، لأن البحر الأحمر ليس مجرد بحر بل هو طريق التجارة وطريق الغاز ونقطة التقاء كل المصالح. والسؤال الأخير: هل تكتفي السعودية بلعب دور المستثمر أم أنها تستعد لقيادة مرحلة جديدة من النفوذ الخليجي في إفريقيا؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة، لكن الأكيد أن ما يحدث الآن ليس مجرد استثمارات بل إعادة رسم للعبة بأدوات ناعمة واستراتيجية طويلة النفس.